كامل البنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وسلامة يا رب. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. اليوم جبت لكم حبيباتي الكسرة، على بالي كامل تحبوا ديروا وصفة الكسرة وكاين اللي يلقاو فيها مشكل. اليوم جبتها لكم بأدق التفاصيل، ولكن مكون راح يعطيها خفة وهشاشة وتجيكم البنات كيما الكاطو. تسميو بسم الله ونروحوا مباشرة للوصفة نتاعنا. كيما تشوفوا هنا راح نستعمل السميد تاع كنزة تاع الكيلو. رايحة نكيل كيلو ما يعادل 6 كيسان. كيلت لكم بالكاس اللي يهز 220 مليلتر. اول حاجة البنات لازم تصيروا السميد نتاعكم، يعني ما تمنوش فيه. نصير السميد نتاعي ونروحوا للمقادير الاخرى. يعني راح بزاف يقولوا لي علاه مثلا تخلطي في الوصفات، ولا انا الحمد لله عندي الوصفات التقليديه. القناه راهي معمره بهم، ما نقولكمش القناه هذه وانما القناه اللي مقبل هذه، ودرت بزاف وصفات تقليديه بدون اي اضافات. وانا اصلا ضد الفكره تاع نفسد في الوصفات التقليديه. بصح كاين وصفات انا صراحه جاني تعليق على الكسرة رقصاص من واحد المشتركة، قالت لي باللي جربت عدة وصفات وما نجحوش معاها. انا من هذا المنبر نقول لكم يا البنات، لاي وحده مبتدئه وتحب تتعلم الكسرة رقصاص وتحب تيجيها كيما الكاطو، صدقوني يا البنات على بالكم باللي راني صادقه في وصفاتي. انا ولادي كيما دخلوا من القرايه قالوا لي يا ماما درتي الكاطو ولا شمينا ريحه الكاطو، تلمو يعني ريحتها صح تعبق الدار. شوفوا يا البنات، كيلت هنايا هاكم شفتيو 3 كيسان نتاع حقا 6 كيسان تاع السميد. يعني السميد راهو يلعب دور كبير. هذا تاع كنزه صراحه صالح لكل شيء، مطلوع مسمن كسره رخصاص صح، ريحته تيجي مليحه صح في الطياب تاعو تاع كسره. ولا ضفت هنا شويه تاع السانوج وشويه نتاع الجلجلان. ضفت الكل يعني قسمتهم على 2 خبزات، وكل خبزه ضفت لها مغرف صغيره تاع السكر ومغرف صغيره تاع الملح. ضفت ليهم نص مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وعلى راس المغرف خميره الحلوى. جبت هنا كاس قل ربع، يعني شتيو هذيك الخط زيدوا هبطوا عليه بشويه، ما وصلتش للخط بالذات زيت. وراح نضيفوا المكون هو اللي راح خفة وهشاشة لهاد الكسرة نتاعي. صدقوني يا البنات، إضافة مغرف ونص تاع النشا في الكاس هذاك تاع الزيت تخلطوه مليح حتى يرجع القوام تاعو كريمي واللون تاعو يتغير، وتبسوا به الكسرة تاعكم. وردوا عليا بالخبر. انا من نهار عرفت هذا المكون صراحة ما وليتش نستغنى عليه ابدا، خاصة البنات كي يعود السميد عندكم ما كان. انا ما نحكيش على هذا كنزه لانه النوعيه تاعو مليحه، بصح اذا استعملتيو سميد عوالي صدقوني يا البنات راح يعدلهولكم، يعطيكم خفه ويعطيكم لون وقرمشه في نفس الوقت للكسره نتاعكم. رايحه نضيفو هاكم تشوفوا اللون تاعو كيفاه تغير. رايحه نضيفو للسميد نتاعي ونبسس هذاك السميد حتى يدخل لي الزيت مليح. بالنسبه للزيت البنات تقدروا تضيفوا زيت الزيتون، يعني اللي تحبوا في الكسره تضيفوا تاني زيت الزيتون. اذا حطيتيوه تقدروا تستغناو على 2 مغارف هذوك تاع السكر، فهمتوني؟ راكم شفتيوني يا البنات نعاود لكم قسمتهم على 2، يعني نحاوي وكل نحا حطيت فيها مغرف تاع سكر ومغرف تاع ملح، يعني كي نلموهم حطيت 2 مغارف صغار سكر، 2 مغارف صغار تاع الملح، ونص مغرف كبيره نتاع خميره الخبز، وعلى راس المغرف خميره الكاطو. بقيت نبل فيها هنا بالماء دافي. بالنسبه للماء يا البنات دات لي الكاس الاول كومبلي ودات لي الكاس الثاني ناقص منه ربع. راح تشوفوا درك الكميه اللي خليت. نبدا نبل فيه بالعقل. اهم حاجه في الكسره تاعكم البنات ما تبلوهاش جاريه، على خاطر اذا بليتيوها جاريه هذاك البسوس كامل قولوا له باي باي، مستحيل تجي معاك منبسه، فهمتوني؟ راهو هذا تاني سر في نجاح الكسره العادي. يعني لازم تخليوها شويه طريه، ماهيش يابسه نقولوا باه ما تكسرش معاكم ما تجيكمش مشقه، وماشي جاريه. درك تشوفوا القوام، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه البنات. ما نزيدلهاش الماء. راحين درك نغطيوها بصاشي. هنا لميتها برك واحد 5 دقائق دخلتها في بعضها، من بعد خليتها ريحت 10 دقائق وبديت نعجن فيها. يعني الكسره تاعنا هذه راهي معجونه، نعجنوها حتى تبيض معنا ويتغير اللون تاعها وتجيكم في نفس الوقت خفيفه. هنا نديت وقت يعني وانا نعجن فيها، بصح حاولت نقطع معكم الفيديو مره
مرة على مرة هكذا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، لانه انا وصفات الكسرة كامل في القناة وكامل وصفات المطلوع، بصح اي وصفة نلقاها ناقصة يعني وما درتهاش معاكم في القناة هذه رايحة نتقاسمها معاكم. شوفوا هنا بعد ما تعجنت ديجا كلها، ونرجع لكم الاخبار كيفاه كانت وكيفاه رجعت. يعني رايحه نزيد نريحها شويه باش كي نقطعوها البنات ما تعبناش في التقطاع. قطعتها انا عطاتني 3 خبزات كانوا بصح كبار، اللي تحب دير خبيزات صغار دير 4. قطعتها يا البنات وبديت نكور فيها كيما تشوفوا ولا نعدل فيها. يعني انا درت لكم هنا هذه هي الطريقه تاعي، وطريقه تاني امهاتنا اللي كانوا يديروا بها الكسره. الطريقه هذه راح تخليها لكم ملسه وطريه، وفي نفس الوقت ما يجيش فيها العيب هذاك تاع الحواشي يجيو مشقين معاكم. لازم المرحله هذه يا البنات تاني تعطيوها حقها، ماشي تكور برك هكذاك الفوق ومن بعد تقول لي مجاو شواربها مكسرين ولا فهمتوني. هذه المرحله ديو وقتكم فيها، يعني مام هذيك الحفره هذيك تولي كيما نقولوا تعدل روحها، ما يجيكمش فيها العيب. درت بنفس الطريقه حتى كملت الخبزات نتاعي كاملين. هذه هي البنات. والطاجين راح نطيب لكم اليوم في هذاك الطفال كيما تقدروا تطيبوا في الطاجين العادي هذاك تاع كيما نقولوا لوزين ولا تاع الطين كيما حبيتوا. المهم الوصفه يا البنات نتمنى انكم تجربوها، صدقوني انا من نهار عرفتها مستحيل نستغنى عليها، خاصه قلت لكم اذا كان عندي السميد ما كان راح مم قلت لكم ريحه الكسره تاعكم تتبدل من هذاك انشا اللي عطاها خفه، عطاها واحد القرمشه وتقعد مقرمشه لاطول فتره ممكنه. وتاني نعطيكم معلومه انه هذا الطاجين تاع الطفال اللي تحب الكسره تاعها تجي كيما الكاطو دير فيه، تقعد الكسره تاعو محافظه على القرمشه تاعها لاطول فتره ممكنه. يعني انا عندي اكثر من عامين ونستعمل فيه، وراح نعطيكم جميع النصائح. يكفي برك انكم تطيبوا البنات على نار تكون قليله خلاص ما تزيدولوش، هذا ما كان. وبعد ما قرصتها البنات نزيد نخليها تريح واحد 5 دقائق، يعني باه من بعد تريح معاكم وتطرح معاكم. انا هنا حاولت نطرحها لكم بيدي ومن بعد عدا في الاخير ندير بالقراص. يعني الطريقه اللي تربينا عليها ولا اللي تعلمناها في صغرنا هي هذه. اما تاع القراص راهي كيما نقولوا طريقه جديده برك خاصه للمبتدئات. نطرح الكسره تاعي عادي في الحواشي، كي توصلوا للمنتصف رخفوا يديكم باش ما يجيكمش رقيق، ومن بعد عدلوها بالقراص. يعني ومن هذا المنبر نقدم تحيه للحراير، يعني الامهاتنا ربي يحفظهم واللي ماتوا ربي يرحمهم، يعني اللي هاد الحوايج خاصه التقليديه ما فيها لا كيل لا والو. وانا عن نفسي يعني كون ما جيتش ندير للمبتدئات وما جيتش نبعث في القناه باقيه محافظه على يعني الطريقه تاع الام تاعي اللي تربيت بها من كيل والو والفت عيني هي ميزاني. فهمتوني يا البنات؟ بصح ليكم لازم نعطيكم ادق التفاصيل ومش كامل متعلمين، ولا كاين بزاف من ولايات اخرى ما يديروهاش بالطريقه تاع ناس الشرق. هنا حطيت الطاجين تاعي سخن يعني على نار قليله خلاص، ولحت الكسره تاعي طيب نخليها هكذاك واحد 5 دقائق وبالضغط، يعني نضغط عليها اذا حبيتيو الطاجين يعني يمركي لكم في الكسره تاعكم، ونبقى نضغط عليها بلالوش ولا بهذيك الوحده تاع اللوح، ولا المهم اضغطوا عليها باش تعطيكم هذاك الشكل وتترقم لكم مليح. يعني الطاجين هذا مليح قلت لكم الكسره تاعو ولا المطلوع انا عن نفسي يعجبني مرات كي نحب ندير فيه باش الكسره تاعي تقعد محافظه على هذيك القرمشه تقول كاطو. صدقوني يا البنات بنفس الطريقه راح نزيد نطرح الخبزه الثانيه. يعني الطريقه الاولى درتها لكم بيدي، والاخرين اللي يحبوا يديروا بالقراص هاكم شوفوا يا البنات كي تطرحوها بالقراص حاولوا تطرحوا في الوسط، والطرف خليهم باش كي تديروا في الجهه الاخرى ما تحلش معكم طوليا. ان شاء الله تكونوا فهمتيوا الطريقه اللي قلت لكم عليها. شوفوا يا البنات نحاول كل مرة نعدل هذوك الحواشي انقبوها هكذا ولا في الطاجين يعني بالفرشيطة ولا بكيردون وخلاص. هذه هي الوصفة تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون يعني عجبتكم، ونتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وردوا عليا بالاخبار. صدقوني يا البنات الكسرة تاع اليوم راهي قاطو وما تقولوش عليها كسرة، تصلح للفطور، تصلح هكذا مع شربات، تصلح روعة. صدقوني لداخل تجيكم مبسة وهشيشة
وما تتصوروش الطعم تاعها كيفاه مختلف على العاديه. هذه هي وصفتي لنهار اليوم حبيباتي. ما تبخلوش عليا بارائكم، ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، هكذا ليتم كما نقولوا الاستفاده، نتوما تستفادوا وناس بزاف يستفادوا من وصفاتي. نتلاقاو في فيديو جديد، سلام.